بيبدأ الفيلم مع راجل عجوز اسمه توماس، وتوماس كاتب مشهور جدا وبيكتب لصحف كبيرة جدا. وبعدها بيبص على بنت جميلة جدا بتقرب منه، والبنت دي بيكون اسمها ميا، وبتكون جات المكان ده عشان تقابل توماس. وبنعرف ان حلمها تكون كاتبة ناجحة ومشهورة زي توماس. وبنعرف ان توماس شخص اجتماعي وذكي جدا. وبعد كلام كتير بينهم بتعرض عليه ميا انه يشوف مقالتها، فبيقرا المقالة بيقول لها رأيه بكل بجاحة، وبيقول لها ان المقالة معجبتهوش وانها فاشلة جدا في الكتابة، لكن بيقول لها على شوية نصايح ومعلومات ممكن تفيدها. وبيقول لها تحاول تكتب حاجة جديدة بأسلوبها هي. وبيقول لها لو عايزة تكملي المقالة وأعلمك أي حاجة تعالي لي الشقة بالليل. فبتوافق ميا على كلامه، وبعد كده بياخدها على شقة واحد اسمه لويس صاحب توماس. وميا بتفضل تتفرج على اللوحة المرسومة، وبيقرب توماس منها وبيقلعها النضارة. وتوماس بيجيب من الآخر وبيقول لها يا ريت تخلعي هدومك. فبيقول لها علشان تاخدي مني كل معلومات لازم أنا كمان آخد حاجة في المقابل. بيقول لها إنه مش عايز يعمل حاجة، هو بس عايز يشوف جمالها من غير هدوم. لكن ميا بترفض كل الكلام ده وبتسيب الشقة وتمشي. لكن بعد فترة صغيرة ميا بترجع لتوماس وهي قلعت هدومها، فبيطلب منها تقعد جنبه. فبعد ما عملوا كده بتروح عشان تستحمى، لكن بتتفاجئ ان توماس برضه بيدخل وراها. وبيقفل توماس باب الحمام جامد، وبتحاول ميا انها تفتحه لكن مش بتعرف. فبيقول لها توماس انه نسي ان الباب بيتقفل اول ما بيتخبط جامد، ونسي كمان ان صاحب الشقة مش هيرجع لبعد يومين. وبكده الاتنين بيكونوا محبوسين جوه الحمام. وبيحاول توماس وميا انهم يفتحوا الباب لكن بدون اي فايدة. وبيحاول توماس انه يكسر الباب لكن بيفشل. وبتحاول ميا تنده على اي حد من شباك الحمام لكن محدش بيسمع. لكن توماس بيمنعها لان لو حد شافهم مع بعض هيبقى شكله وحش جدا. يقول لها ان هم لازم يتأقلموا على الوضع ده لحد ما لويس يرجع بعد يومين. وميا بتقوله لازم ترجع في اسرع وقت لان والدها هيبلغ الشرطة عن اختفائها لانها ما قالتش لابوها رايحة فين. فبيبدأ توماس نفسه ينادي على اي حد من الجيران، ولكن للأسف مش بيلاقي حد. وميا بتقول لتوماس إن والدها لا يمكن يشوفها في الوضع ده لأنه شغال في الجيش وممكن يتخلص عليه. فبيبان على توماس القلق والتوتر، وبيفكر إن كده ممكن والدها يخلص عليه بالنار. وبيفضل توماس يحكي لميا عن أهم إنجازاته والقصص الكتير اللي في حياته. وبيجرب تاني توماس يقرب من ميا لكن هي بترفض، وبتقوله هو ده وقته يا راجل يا جلنط، انت مش شايف ان هما محبوسين؟ وبتقوله ان هي متوقعش ان ده كله يحصل منه هو. فتوماس بيوعدها انا مش هقرب منها تاني. وميا بتقول ان هي مش تعمل اي حاجه وانها عايز تخرج من هنا وبس. وبيرجع توماس تاني يكرر الموضوع دوت ويحاول يندى على حد عشان يسمعه، لكن برضه مش بيلاقي رد من حد. وبيبقى زعلان جدا وبيقول انه لازم يخرج من هنا في اسرع وقت. بيقول لميا انه راجل عجوز وانه ما عملش الحاجات ده قبل كده لانه بسبب كبر سنه، وبيحاول يضحك على ميا. وبتسمع ميا الكلام ده وبيصعب عليها قوي، وعشان كده بتقرر تعمل معاه واحد كده. وبعد ما ضحك عليها وعملوا الواحد كده بيتكلموا مع بعض. وبيفضل يحكي لها عن بعض العيوب في الكتابات بتاعتها. وبعد فترة من الوقت بيبان على توماس وميا الملل، وفجأة بيسمعوا صوت راجل من بره شباك الحمام. فبيحاول توماس انه يناديه بسرعة، وبيطلب من الراجل انه يتصل على صاحبه لويس، لكن الراجل بيرفض في البداية، بس توماس بيقوله ان هو هيديله فلوس. وبعد فترة بيرجع فعلا لويس للبيت، وبيخرجوا من الحمام، وبتخرج ميا وبتلبس هدومها وبتمشي. وبيقرر توماس انه يتجاهل ميا للأبد. ولهنا صديق الفيلم بيخلص، نتقابل في الفيلم الجاي. شكرا ليكم.